اول نقطة اللي عملته ده يا رمضان غلط على فكرة. كنا فرحانين بيك في رمضان، البرنامج اللي عملته اللي كنت بتساعد بيه، وناس كتير قالت ايه اللي عمله ده، بلاش في رمضان يتظاهر بالخير اللي بيعمله. قلت له لا يا عم، بس يعمل. بعد كده تروح امريكا تصور في حفلة بالطريقة دي؟ لا طبعا يا محمد يا رمضان، اكبر غلط وشيء غلط اللي عملته. بقول للشباب بلاش تغلط فيه، انتقدوا ماشي عشان احنا دولة قانون، القانون هو اللي يتكلم. محمد رمضان، محمد رمضان، حفلة محمد رمضان، احنا صعايدة، يا كذا يا كذا يا كذا. هو اللي عمله غلط، من حقك انك تنتقده، لكن مش من حقك انك تشتمه. ليه؟ ان انت هتتساءل قانونيا، هيقولك انت مالك، احنا دولة قانون، مين اللي يتكلم؟ القانون مش انت. حقك انك تنتقده، واللي عمله غلط مش صح، يعني اللي عمله غلط، لكن انت مالكش فيه، مالكش الحق انك تغلط فيه. من حقك انك تنتقده وتقول له ده اللي عمله غلط، لكن انك انت تطلع له صور مسيئة او تغلط فيه، ان ممكن انت تسائل قانونيا مش هو. خلي بالك، مش عشان توصل ترند تروح في داهية. احنا دولة قانون، القانون هو اللي يتكلم دلوقتي. اوعى تنساق ورا ان انت تقول ان انا اوصل ترند، ان انت ممكن تروح في 60 داهية، وحقه ان يشتكيك ويطلب تعويض. حاول انك ما تغلطش، انتقد ماشي، قول اللي انت عملته غلط، لكن مش من حقك انك تشتمه. القانون هو اللي يتكلم مش انت. ما تقولش احنا صعايدة، مالكش فيه، ليك انك تنتقده مش عشان توصل ترند. خلي بالكم يا شباب، وانا بنصح اخوات الشباب الصغيرين اللي ما يعرفوش بالكلام ده. انت طالع تشتم، مالكش الحق انك تشتم. طالع تنتقد، حقك انك انت تنتقدني او تنتقد اي حد يقول غلط، لكن مش من حقك انك تغلط فيه. القانون هو اللي يتكلم. خلي بالكم يا شباب، السلام عليكم.